خروجة الربيع يعني كاياك وعجل وفلوكة على النيل، ولا بيكنيك واكل ووقفه على النيل؟ هقول لكم تفاصيل الاماكن والاسعار في اخر الفيديو، وانت روح اللي يناسبك. وهيكون معانا الاء البطران، فيلا بينا. وابتديناها بنشاط وطلعنا على الكاياك، لبسنا اللايف جاكيت يا اخوانا اللي في الطياره وخدنا المغرف اطول منها اساسا. ولو مالكش فيها زي الاء هتلاقي حد بيعلمك ويعرفك كل حاجه. شايفين الشجاعه يا جماعه مع انها اول مره؟ قولي لهم لقد تشحمنا وقعدنا نلعب ونرقص ونتخانق ونتصور ونتسابق. وبالنسبه للمكان، في اماكن كتير قوي بتأجر كاياك على طول النيل، بس احنا رحنا زمالك كاياك في نادي طلائع الجيش للتجديد، والساعه ب 125 جنيه. ولو عايز تأجر عجل يلا عجل موجود في نفس النادي. عايزين عجلتين كده. ما تركبيش عجل؟ جربي. الهوان التاني. ولو مالكش فيها زي الاء كالعاده هتلاقي حد هناك بيعلمك. ما عندكوش عجل زي بتاع الراجل اللي بيوصل عيش عشان اخدها ورايا؟ الراجل اللي بيوصل العيش بيبقى شايل البتاع على ايده وعمال يعمل كده. وسبتها تتعلم وخدت العجله وانطلقت في شوارع الزمالك، وعندهم سكيت رولينج كمان. جاهزه يا حاجه؟ لا يا فريزة عليك دي جامد. تكنولوجيا. انت متمكنه. انت ايه يا ست؟ انت بتلعبي من ورانا ولا ايه؟ هي مش هتفضل تجرك، هو التأجيل الباتيناج بس. نجيب لك الكرسي هنا. اتفضلي يا حاج. اقعدي يا حاج. وراك على طول، اقعدي يا حاج. سعر الساعة لأي حاجة فيهم 50 جنيه، والتأجير بالبطاقة. بما إننا في الربيع لازم تعدي على معرض الزهور عشان تشتري ورق. شمي. دي فله اسمها جرداني. بذمتك مش ريحه اللي تشم كده؟ يا ستي هو عارف. بتحبي لون ايه؟ احمر. هاتيها وشميها كده. ملهاش ريحة. ملهاش ريحة؟ يا اللون لا ريحة، تختاري ايه؟ لا الريحه. الأسعار هنا دي ب 75، دي ب 15. دي ليها ريحه ودي ليها شكل بس ملهاش ريحه. بس دي للداخلي يعني مش لازم تتعرض ايه للشمس. ده يعني؟ دي لازم تبقى بره؟ ايه ما عندكيش شمس في البلكونة؟ ما عنديش بلكونه اصلا. ولقينا كمان هناك بازار اسمه ديارنا تقدر تتسوق فيه، واشترينا عسل طبيعي ومقرمشات، ولقينا مشغولات يدويه ولوح وفخاريات، وكمان بتقعد تلونها بنفسك. تيجي نقسم نقول 2، انا النص وانت نص. ايه هي شركة؟ ايوه يلا والله. مش ورث. انا هرسم ايه الشمس دي؟ سهله قوي يعني. معلش على قدي. انا جالي ارت بلوك دي شمس بس ايه حارقه. اختاروا انهي احنا روينا. قولوا لنا في الكومنت. ومعرض الزهور السنه دي موجود في المتحف الزراعي في الدق، وسعر التذكره 10 جنيه، والمواعيد من 9 الصبح ل 9 بالليل، وبيقعد شهر، واخر ميعاد ليه يوم 19 مايو. ودلوقتي الجزء المفضل لقلبي وهو البيكنيك، والاساسي في اي بيكنيك بعد المفرش اللي هتقعد عليه هو الاكل والسناكس، وتقدر تاخد معاك الاكل اللي انت عايزه. وبما اننا كنا في الدق طلعنا نجيب اكل من ميسو سوشي. القطعه عنده بتبتدي من 10 جنيه، واغلى قطعه ب 18 جنيه. واحنا جبنا طبق فرايد وطبق رو، وجبنا موتشي الواحده ب 35 جنيه والبوبه ب 75 جنيه. وطلبنا، وعلى ما الاكل يجهز طلعنا على الكشك نجيب السناكس. هتشرب ايه؟ سانتوب برتقال. ورجعنا نجيب الاكل وطلعنا على الحديقه، وفرشنا وقعدنا قدام البرج ناكل ونشرب ونحلي. دي بتاكل مره واحده كده. ما بقى مش هجيبها، بقى مش هجيبها. انت بقى ان شاء الله. ايه؟ نحله. هاتيها تاكل سوشي. دي لو قرصت اهي. ولما لقيتها بتخاف من النحل قلت اجيب لها تعبان. استنى بس بيقعد. تسلمي على اصاله. ممكن بتخشي الرصاصه جنبي؟ ممكن في يا بنت بطلي غل يا بنت. ايوه انا معاها، انا راشق معاها. اصبري لسه هيخليها تخنقك. لا مش عايزه اموت. بس يا بنت بقى وبطلي غل بقى. لا انا معاها. وتقدر تروح الحديقه اللي تعجبك. الحدائق في مصر مفيش اكتر منها، بس احنا رحنا حديقه الحريه اللي في الزمالك عشان اقرب مكان للدق، وسعر التذكره 20 جنيه الفرد، ومواعيدها من 9 الصبح ل 12 بالليل. وبعد كده طلعنا عشان نتمشى على النيل، ورحنا ممشى اهل مصر، وسعر التذكره 20 جنيه. ايه ده ابو وردان؟ ايوه عارفاه صديق الفلاح. ده بجد ده ابو وردان؟ كسولي مش عايز حتى يطير. من يسكن البحر ويحبه الناس، لونه اصفر مربع حساس. احلى ربيع في العالم في مصر. ده انا هواش. ده انت موال. الدنيا ربيع والجو بديع. بنحبكم. ما اعرفش يا سوري، انا وانا صغير كنت احب الاقي الحاجات ما عداش اقول لهم، دلوقتي هم اللي بيشاوروا لي. وشفنا المراكب وكان شكلها مغري قوي، كنا عايزين نأجر فلوكة نلف بيها في النيل. انت بتسان شباب ما بتجيش، كنسل الشغل شطة بتجيش.
طبعا وانتوا جايين لازم تعملوا حسابكم في حاجه، فما رضناش نيجي بايدينا فاضيه. قبل ما نركب طلعنا على سموزي باردايس عشان نجيب حاجه نشربها ونحلي في المركب. انبسطت ان باذن الله. فنان مصر ايه الاخبار يا ترى؟ هستحلفك بالله ما تفتحش المشاكل. عامل ايه؟ هنطلب امتى؟ عايزين واحد ليمون نعناع، وواحد صودا كولا المشروب المفضل، واحد فريسكا، وواحد بسطوته فواكه وكتر البسطوت. وبما اننا في فصل الربيع وقفنا نشرب سموزي توت لحد ما الاوردر يجي، ومشينا على ضفاف النيل عشان ندور ونسال على الاسعار لحد ما لقينا انسب سعر تقريبا. شط كله فيه مراكب وفلوكات، بس انا اخترت الرايس ابو مريم. هي الاسعار هنا بتتكلم في 800 وارقام غريبه كده، بس الباشا بيقول لك في رينج ال 500 وعلى حسب بقى العدد. وكنت حاسس ان لو دورنا هنلاقي ارخص. انا لمست ولا بتطوح. وبالنسبه لاسعار سموزي باردايس الليمون نعناع كان ب 30 جنيه، والصودا كولا ب 45 جنيه، والفريسكا ب 40 جنيه، والبسطوته ب 70 جنيه. وقعدنا ناكل ونشرب ونسمع اغاني، وابو مريم بيخلينا نشغل الاغاني اللي احنا عايزينها من موبايلنا بالبلوتوث وتجننا. سمع اخينا بالفراد دي فيها ايه العلاقه كريمه ايه عاملين جريئه ليه تعويج على ايه زهقت من الزفت عوفكي فينا ليه يا كيفكم الكيك. وفي النهايه حبيت اوصل لكم ان احنا نقدر نخرج على قد فلوسنا او باقل تكلفه ممكنه. وقولوا لنا عايزين الفيديوهات الجايه فين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وشير، واشوفكم الفيديو الجاي. فهب هب هب هب.